السلام عليكم. بعد اطلاق الواتساب بشكل رسمي للنسخه الثانيه من الواتساب اللي هي واتساب اعمال او واتساب بزنس، صار يمديك تنزل واتسابين في نفس الوقت على نفس الجهاز. واتساب بزنس تقريبا شبه الواتساب العادي بالضبط، ما في اي اختلاف، ممكن اختلاف اللوجو من الخارج، وفي بعض المميزات الاضافيه في الداخل. المميزات بصراحه جميله، انت اذا كنت صاحب عمل وايد راح تستفيد من التطبيق، وحتى اذا كنت تبغى تستخدمه استخدام عادي، يعني اذا عندك اكثر من رقم حاب انك تنزل اكثر من واتساب، فايضا وايد راح تستفيد من الشيء هذا. الحين اذا حاب تحمل واتساب بزنس، فبعد هذه السناب برفق لكم صوره فيها رابط، تسحب الشاشه فوق دايركت يحولك على اب ستور، وممكن تحمله. بعدها بذكر كم نقطه مهمه اتمنى انك تركز او تركزوا فيها. اول نقطه، اذا كنت مثبت الواتساب العادي يوم تدخل على واتساب اعمال، طبعا راح تظهر لك هذه النافذه للشروط، توافق. الحين هذه هي النقطة المهمة، بعد الموافقة على الشروط بيحولك على هذه الصفحة. حاليا يقول لك أنت تبغى رقمك القديم اللي على واتسابك القديم يتحول حق واتساب بزنس أو لا، فأنت تحدد. إذا تبغى تضغط استخدام هذا الرقم راح يتحول دايركت على واتساب بزنس، أو تضغط استخدام رقم آخر وتدخل رقم جديد. أنا حاليا كتبت الرقم، وصلني كود دخلته، حاليا ظهر لي هذه الصفحة. تكتب الاسم فوق وتحدد النشاط، إذا ما عندك نشاط تضغط ليس نشاطا تجاريا، بعدها تم. الحين الجديد في واتساب بزنس، يوم تدخل الاعدادات بتحصل هذا الخيار. طبعا الخيارات اللي موجوده في الاسفل كلها موجوده في الواتساب الثاني، ولكن هذا الخيار مش موجود. لو دخلنا عليه بنحصل مجموعه خيارات. اول خيار الملف الشخصي اللي هو ملفك الشخصي، اسمك والى الاخر. ثاني خيار رابط قصير، من خلال هذا الخيار راح تحصل على رابط ممكن تنشره في مواقع التواصل الاجتماعي، في حال ان اي شخص ضغط على الرابط يحوله دايركت على محادثتك. وعندنا في الأسفل أدوات التراسل. أول خيار عندنا رسالة خارج العمل، إذا أنت كنت مثلا تستخدمها حق بزنس فممكن تفعل هذا الخيار عشان يرسلون رسالة أوتوماتيكية بدون ما تكون أنت موجود على الواتساب حق أي شخص يتواصل وياك. طبعا رسالة ترحيب، الرسالة هذه ممكن تفعلها وتكتب يعني في حال أن أي شخص كلمك يرسلونه هذه الرسالة. إذا تبغى حق بزنس ممكن تفعله، بس إذا شخصي ما يحتاج تفعله. وعندنا آخر خيار ردود سريعة، ممكن تختصر بعض الردود بحيث أنك تكتب مثلا A1 يطرش كلام معين أنت تحدده.